السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنوب أفريقيا والرأس الأخضر. الرأس الأخضر اعتبرها الحصان الأسود اللي كان في البطولة، قضت ماتشات روعة من أول ما غلبت غانا 2-1 لغاية ما لعبتنا وكملت. وامبارح جنوب أفريقيا تفوز بضربات الجزاء المجنونة جدا جدا جدا. جمهور الأهلي العظيم بيحب رونين ويليامز. رونين ويليامز حارس مرمى جنوب افريقيا عمل امبارح الله عليه الله عليه، عمل انجاز تاريخي، صد 4 ضربات جزاء من اصل 5. صد 4 ضربات جزاء. الماتش الراس الاخضر مسحت بجنوب افريقيا الارض، خدتهم غسيل ومكوى وضيعوا كور كتير. وجنوب افريقيا امبارح ما كانتش موجوده تقريبا، ما اعرفش كان في ايه. بيرسيتاو ما كانش موجود، كان تايه. موكيدا يعني. انما جنوب افريقيا مش دي اللي احنا عارفينها. امبارح ما كانتش موجوده. الرأس الاخضر تستاهل انها تعدي بصراحه. بس ضربات الجزاء، واقول لكم جمهور الاهلي بيحب رونين ويليامز ليه. صد 4 ضربات جزاء. فاكرين ماتش سان داونز والهلال السوداني؟ وجت في الدقيقة الأخيرة ضربة جزاء للهلال السوداني، ودخل الحاج المعلم أطهر الطاهر صدها، شاط راح يشوط صدها رونين ويليامز. ودي كانت السبب إن الأهلي يتأهل في المجموعة دي السنة اللي فاتت، كان هيطلع وخد بطولة أفريقيا على حساب الماتش ده، وإن هو طلع وكمل في البطولة. فرونين ويليامز بقى عملاق، بقى حاجة مش معقول. صد 4 ضربات جزاء، جمهور الأهلي بيحبه. كان من أسباب فوز الأهلي وتأهله لدور المجموعات، اللي بعد دور المجموعات للأدوار الإقصائية. وامبارح الراس الأخضر أدت مباراة رهيبة ومسحت بجنوب أفريقيا الأرض، بس اللي يضيع يخسر. وانتهى الماتش 0-0 ولعبوا ضربات الجزاء المجنونة. كده جنوب أفريقيا هتلاعب نيجيريا، وهيبقى ماتش مولع نار ضرب نار. بطولة مجنونة، ماتشاتها حلوة، ولعت، قوة، سرعة، كمية جري. كناش هنقدر على كده خالص. ربنا سترها معانا ان احنا طلعنا بدري بدري. هنشوف اللي هيحصل ايه في اخر الماتشات. اشكركم لحسن المتابعة، ودايما على خير وصحة وسلام. واعملوا سبسكرايب وفولو للقناة لو عجبكم الفيديو. كان معاكم المهندس بسام صالح. اشوفكم على خير ان شاء الله. ميرسي جدا.